وحشتني. ما عرفناش نقعد مع بعض في الاجازه خالص. انتي كمان وحشتيني. انا تعبان بقى. ماما انت مش شايف ان في حاجه غلط؟ على طول عندك حاجه، الولاد، الروايه، امي، ابويا اوكي مصدقه ومقدره، بس بقول فتره هتعدي. لكن كده احنا بقينا عاملين زي 2 عواجيز. لو ده اللي انت عايزه قولي وانا اوكي، عشان حتى ما احاولش ان انا اجرب حتى. تصبح على خير يا عمر. صفرت من 5 دقايق بس يا فندم. دي النهضة الأسمدة. لا احنا كده تمام قوي. طيب انا هخلي نقعد تقفل الحسابات وانا هتابع بقية الأسهم. ماشي بيرفكت. ويل دون. ايه يا عم الوش ده على الصبح؟ من امتى بتتمرن في المكتب؟ يا عم اسكت، ده تخنان 5 كيلو. ما انا قلت بقى اعمل فلوس اعمل فورمه، فجبت العقله دي هنا. قلت يعني احتمال اعرف اعمل الاتنين. بمناسبة الفلوس انا عايز منك خدمة. عاوز كام؟ 100,000. انا اسف يا فريد، انا عارف انه مبلغ كبير. عيب يا عمر، حالا الفلوس هتكون عندك. بس انا عايز افهم، بس انت حببت ايه؟ قول لي. واحد بيبتزني. ايوه مين يعني؟ مين الواحد ده؟ انا عرفت ست واحنا في السفر. يخرب عقلك انت. في واحد عرف الموضوع وبيهددني انه هيقول لمها او ياخد 100,000. عادي الفلوس مش مشكله، الفلوس كده كده موجوده. ايوه بس انت مش ضمنك يعني انه هيسكت بعد ما تديه الفلوس. بقول لك ايه، اديني نمره الواد ده انا هعرف اتعامل معاه. فريد انا مش ناقص. يا عم انا بعرف اتعامل مع الاشكال الوسخه دي كويس قوي. خلاص بلاش. استنى. البنك هنا في البرج. كنت نازل اصرف الشيك، بس الواد ده بقى لو كلمك تاني سيبهولي، عشان في طريقه تعامل تانيه خالص مع المناظر الزباله دي. ميرسي يا فريد. كله تمام يا استاذ عمر. رسم القلب ما فيهوش اي حاجه خالص، والتحاليل كلها تمام، يعني ما فيهاش اي حاجه تقلق، بالعكس يعني صحه حضرتك زي الفل. احنا بس هنحتاج نعمل ايكو خلال ال 24 ساعه الجايين علشان نطمن اكتر. اوكي خلاص تمام. نعمل الايكو هنا في المستشفى ولا بره احسن؟ مش هتفرق، هنا او في اي مركز اشعه. اوكي. انا عارفه يا استاذ عمر ان اغلب الناس ما بتحبش تسمع الكلام ده، بس دي غالبا بانيك اتاك، نوبات قلق، اعراضها شبه اعراض الازمه القلبيه. اكيد دي الفتره الاخيره حضرتك اتعرضت لضغط مش متعود عليه، او ستريس في البيت، في الشغل.
هو اتعرض فعلا لضغوطات كتير الفترة اللي فاتت. اوكي. ميرسي يا دكتور. شكرا. الحمد لله سلامتك، ألف سلامة يا حبيبي. أنا آسف يا مها، آسف. أنا غلطت ومش عارف اللي حصل إزاي. هالة صح؟ مش مهم. جاوب على سؤالي. هي؟ كم مرة؟ كفاية يا مها. أحب أعرف كنت مغفلة لغاية فين؟ أرجوك كفاية. أنت مش غبي يا عمر. دي مش غلطة. أنت خططت وقررت مرة واتنين و10. كنت بتصيف مع الهانم؟ كل ما أسألك عمر ليه الغردقة كل شوية؟ ريسيرش، الرواية، وكلها حجج عشان تروح تشوف الهانم بتاعتك. انت مش غبي، انا اللي غبية. مش متخيلة ان انا كنت غبية للدرجة دي. بابي، ايه ده انتوا قاعدين في الضلمه كده ليه؟ بالراحه عليه يا هنا، هو لسه تعبان. الحمد لله أنا كويس. طب الدكتور قال ايه؟ مفيش نقص فيتامينز، هياكل هيبقى كويس، مش قصة يعني. محنون حبيبتي، يلا يا روحي عشان نروح نغير هدومنا. يلا يا روحي، يلا تعالوا. أنا المفروض أعمل إيه بقى دلوقتي؟ أطردك ولا أمشي وأسيب لك البيت؟ طب أقول إيه للعيال؟ أنت إزاي قدرت تعمل فينا كده؟ قولي إزاي قدرت تعمل فينا كده؟ كنت بتفكر في إيه يا عمر؟ اللي انت عايزاه ما هتقدري تعمليه. ما اقدرش الومك، وانا ما عنديش اي حاجه اقدر اعملها غير ان اوعدك. توعدني؟ لا، لو هو ده اللي عندك ان انت هتقوله لي يبقى اسكت احسن. ارجوك يا مها وطي صوتك، العيال صاحيين لسه. لا 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 لا، الكلام ده كان زمان. انت لو كنت خايف على العيال بجد كنت فكرت 1000 مرة، كنت فكرت مليون مرة قبل ما تعمل اللي انت عملته عملته ده. يا مها، عملته وندمان عليه. ايه اللي عندنا نعمله دلوقتي؟ لازم نعديها عشان حياتنا مع بعض وعشان الولاد. نعديها؟ لا يا شيخ، اسكت يا عمر، اسكت احسن. انا ما هي كانت هي ايه؟ ما كفايه استهبال بقى، كفاياك استهبال بقى. اسكت يا عمر حسن، اسكت اسكت. انا عارف ان اي اعتذار ما يكفيش، بس ارجوك تسمعيني. انا راجل محبط، حاسس اني فاشل، لا قادر اكتب ولا قادر احقق اي نجاح يخليكي فخوره بيا قدام اهلك واصحابك. يا حرام، انت عارف انت ايه؟ انت واحد كذاب، مش قادر حتى ان انت تواجه نفسك. قوم يا عمر، قوم يا عمر، بص على نفسك في المرايه، بص شكلك بقى عامل ازاي. انت بقيت مقرف ومقزز. انا بقيت قرفانه منك.
المشكله دلوقتي انا مش عارفه انا هعمل ايه. انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟